السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم، مرحبا، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير. سي عبد الرحيم والخبر السعيد كيودي لاباس كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله. ورسميا مؤكد من مصدر موثوق الاخوان ان لاعب ليل الفرنسي، لاعب بعدي، حاكم خط وسط الميدان ديال ليل، اللي عنده تبارك الله 17 عام، مازال المستقبل قدامه ومحتاجينه حنا في هذا البوست هذا. الحمد لله كيختار المغرب رسميا في المعسكر. في المعسكر الجاي ان شاء الله غادي يكون في المنتخب، وهنيئا لنا بهذا اللاعب. كنت كنتمناه اخويا، تفرجت فيه في الشامبيونز ليغ، قدم واحد المقابله كبيره بزاف، وتبارك الله اللهم بارك. الرزانه بحال اللي كتقول اخي عبد الرحيم ان اللاعب راه عنده 17 عام، ولكن كتصنع بحال شي لاعب خاطر واصل، بحال كتهضر لي على له انه كنا تنقولوا هنا احسن لي الشرف من اختار البلاد ديالو، واحسن لنا الشرف حتى حنا يجي هذا اللاعب هذا صراحه. والحمد لله جا واحد الوقت اللي زوينه اللي محتاجين. اش غادي محتاجين؟ جا واحد الوقت اللي كاينين لعابه عاشوا في اوروبا، وكان اللي يحترف في اوروبا ولقى مدرب عقليه اوروبيه. هذا هو الربح اللي كاين دابا. وكل صراحه كاين يخلقوا مشاكل، والحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمه سيدنا الله نصر الله يشافيه والله يخليه لينا، عطاو واحد المنطلق والحمد لله. يعني كان على الناس تمشي بكل صراحه، تمشي بواحد القوه، ولكن الحمد لله غادي تدريجيا. ان كنا حنا دابا يا مليون التيران، مشى تيموم، مشى فراس، مشى هدامو، مشى فتحي جمال، ومشى بونو، هاد اللعابه الغرف، هاد بوكسوفا. يعني دابا هو جا واحد الظرفيات كما قلت سي جبار، اللي دابا الان منتخب متكامل. يعني هو جا لقى منتخب متكامل باش عرف مع من يلعب ومع من يتواجه، لا مع المدرب لا مع اللعابه. يعني البونتوش مزيان، عندنا الاولين كيدخلوا مزيانين، ما لقى حتى شي مشكل. هو يعني جبت اخو عبد الرحيم، يعني كاين لاعب مغربي واحد اخر كيلعب معاه اللي اختار المغرب، واول ماتش لعب في الماتشات اللي دازوا معسكر التجمع اللي داز قبل، اسامه الصحراوي، اللي النرويج كانت هي شاده في بعينها. كاين لاعب تا هو باقي شاب، باقي صغير، عنده المستقبل ديالو، تا هو جا في الفريق ديالو، وبحد هذاك كيعطيك واحد المعنويه كبيره لهذاك حدا دابا. دابا حنا اللي بغينا هو نطلب الله سبحانه وتعالى الله يسهل عليه ويزيد يخدم راسو بيديه. يعني اللياقه البدنيه، البقاء البدنيه والاخلاق. الانسان تكون شوف كل من اللاعب يعني تشبع بالاخلاق، يكون على يقين هذه يمشي بعيد. علاش؟ حيت كتكون متخلق، حيت الاصل كره القدم كلها اخلاق. من اللعابه القدام فهمني يا سام جبار، كل من اللعابه القدام حنا بلا ما نكون كريستيانو، وعندنا احسن كريستيانو في المغرب، باش بقاش بلادي محمق راسو. عندنا راه دازو عميقه في كره القدم، نقولوا بارسا ريال مال بارسا ريال مدريد، هذوك الناس جابوا كواري. حنا عندنا فنان كواري وكما تعطوش الفرصه. دابا الحمد لله خير جبار اللي جاب واحد الوقت في واحد الظرفيه المنتخب يعني متكامل. هذيك اللعابه اللي كان هو كيفكر يعلمهم غادي يلقاو، وهاد اللعابه كيفكروا شي مليوتين غادي يلقاو. علاش؟ اللاعب اللي تزاد ترعرع في اوروبا، تزاد في اوروبا وزاد اقلم على الجو ديال تا مغرب، وما تنساش عاوتاني اللاعب مدرب اللي ترعرع في اوروبا ولا منتخب وطن الحمد لله هو مدرب، يعني كتلقى واحد الخليط متكامل. الحمد لله. هذا هو اللي كنت نتمناو حنايا. يعني نشوفوا المنتخب ديالنا دابا بالله عليك. انا منتخب مقبلين اخو عبد الرحيم، شوف انا ابغض النظر سي عبد الجبار، ابغض النظر على مستقبلنا كاس افريقيا. خاصنا يكون عندنا منتخب في المستوى العالي. انه واخا تكون كاس العالم وانت ما عندكش البونتوش ناقص. الحمد لله دابا شوف كان عندنا منتخب 70 79 84 94، يعني 86 98 2018 كان منتخب. شوف سبحان الله جميع الوضعيه كان عندنا منتخب بطوله زوينه، ولكن كان طريقه كيفاش تصرف من اللعيب، كيفاش تكسب اللعيب، كيفاش تجر اللعيب، كيفاش تحيد ليه ديك الميتون. اللاعب كاين الحمد لله اللي فهمتيني اللي مزيان، ولكن الحمد لله تيحال. دابا حنا نطلبوا هذا اللاعب هذا كمغربي اسمه الله السي عبد الجبار ايوب بوعدي. بوعدي هنيئا لك وهنيئا لنا كمغاربه. الاب والام ديالو، وكما قال الاخ كنشكروا العائله ديالو، يعني جماعه كلهم، لا من خوته ولا من العائله ديالو ووالديه ولا خوته دخل المغرب. يعني لما اختار المغرب هذا حبس حدثه حبس. علاش؟ يعني اخو عبد الرحيم اختار المغرب راه ماشي غتجيك غريبه ولا البلاد ديالو اخو عبد الرحيم، الصوت ديالو. واش انت كبرتي هنا ترى حواليك ترى. شوف كاين دابا فان بيرسي ديال هولندا، المراه ديالو مغربيه وعنده ولده تبارك الله مع 16 عام ولا مع 17 عام مع 15 عام. راه بامكانه يختار المغرب حيت الام ديالو مغربيه و100%. ديك النظير واحد التصويره
فان بيرسي مع العائله ديالو، ولادو كاملين لابسين المغرب. الحمد لله. شوف المغرب واحد البلاد مرحبا بالجميع، ماشي بلاد الكرم، بلاد الامن، بلاد الاستقرار، بلاد الصدق والاخلاص، بلاد المحبه، بلاد اي واحد كندمجوا معاه. يعني نصراني كما كان نوعه، مسلم غير مسلم كندمجوا معاه. الحمد لله لما كتختار هذه البلاد السعيده هي كتعطيك. دابا الحمد لله مشى واحد الزمان اللي كانت شويه قاصحه، ما كانش الجامعه ما كانتش بالمستوى هذا، باش ما نبقاوش نكذبوا نهضروا نيشان. راه وطن هذا بلاد هذه. وكن الحمد لله تحيه خويا القجع اللي يقول لك جيت تخدم، بغيناك باقي المطلوب منك وحاجه. انت الله يبارك في الصحه ديالك وطول العمر ديالك. والاعداء بالعكس، الاعداء مزيان كيبانوا لك. علاش؟ تيجيوهم الناس. لا شوف كيجيو، لا يجي هو كيجيبوا مع داك باش كيضحكني هنا. انا باش كيسيني معاك باك الكومبري الهضرات وديك الاناقه وديك الزين اللي فيه تبارك النور في وجهه سيدي بحال ما حتى داك الضحكه ديالو الكبير يعني السيد. شوف انا والله ما كنجاملو، حنا ما عندهم ما يعطينا، حنا بالعكس حنا كنعطيوه، حنا اللي كنعطيوه اللي كنحفزوه وكنتكلموا عليه. حنا اللي نتمنى منه بغينا نشوفوا المزيد السي قجع انك تبارك الله عليك والله يعاونك والله يسعدك الله يكمل. ان اي مواطن مغربي في اوروبا او في اسيا او في امريكا اللاتينيه اللي بغى يلتحق المنتخب المغربي يلتحق به. حنا الحمد لله بان مفتوح للجميع، اللي عنده في رجليه وفي قلبه وفي عقله مرحبا به. يعني قلنا في عقله يعني خاطر مرزن، يعني كنتصنع حين كره القدم وجميع الرياضات وما كنتش مربي راك ربما فهمتي ثم الاقناع ديالهم باش يقنعوا. شوف انا لما كنقول لك لما دابا المنتخب 2022 راه عطى رساله جميع اللاعبين جميع، يعني ماشي غير عطى رساله، حيت كاينين عطى رساله سي عبد الجبار. حيت كاينين لعابه وحدين اخرين عاشوا في اوروبا، طلعوا في اوروبا قبل ما وصلوا الدومي فينال ديال كاس العالم في 22. كان قبل ما كانوش كيختاروا المغرب، قليل فيهم اللي كان تيختار، كانوا كيمشيو للمنتخبات الاوروبيه. شحال تيعيطوا ليه تيلعبوه ماتش او جوج ماتشات. علاش كيعيطوا علاش باش كيرجعوا صراحه واش باغي نهضروا بصراحه صافي سيري كراسي الله ينصر الله يبارك فيه الله يخليه الله يشافيه. راه عطاه 99 انطلاقه الصلاه على البال رجع في هذا الشيء. يعني حتى الناس المغاربه في اوروبا راه كيشوفوا كيتبعوا الخطابات ديال سيدنا الله ينصرو، كيتبعوا الخطابات ديال الملك، كيشوفوا يعني الملك اعطى حفزكم هاد التيرانات انطلاقه في الرياضه، هو بقى لكم تخدموا. اذا بكري ما كانش هذا الشيء، هذا ما كانش الجامعه كتميتو يعني الجامعه راسها. دابا الحمد لله الله ثم صاحب جلاله والسي قجع لقينا واحد. كتشوف المقر ديال الفيفا ولا هنا في المغرب، المقر ديال الكافو اللي بغيت نقول لك عليه المقر ديال الانديه البطاله ولا الحمد هذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم صاحب الجلاله باش نكونوا بصراحه عملنا في قوس. ولكن بغينا القجع السي القجع يخدم بولي الناس كاع اللي في الجامعه الحمد لله. راه شوف راه هو عطاني راه بلادي هذا السنه نكونوا غير على البطوله تكونوا شوما مزيان. هذه يعني هذا اللاعب هذا الحمد لله اللي جا واختار المغرب كنتمنى يجي يخدم راسه من واحد اللياقه البدنيه مع التقنيه الفن يزيد مختار مزيان يولي انت معلميت خلاوها لمراكش انت معلميت. علاش؟ حيت انت ملي كتكون الحمد لله عندك لياقه بدنيه كيمكن تلعب 230 دقيقه انت ما عارف راسك فين تخرج. لما كيلقى منتخب متكامل وبغينا اي لاعب في المنتخب اللي يدي الواجب عليه. ربما كتكون انت في واحد المستوى كتجي كتلقى واحد اللاعب انت بحالك في المستوى. هذا شنو نقول لك بطبيعه الحال ملي كتبقى تضربوا في المستوى السبعه في المستوى 11 في المستوى المليون في المستوى المدافعين تقلبوا نتوش حارس. يعني الحمد لله انت شنو تيبقى لك انت ما اجيت تقدم اللي عليك وصافي سالينا. هذا هو اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى لاي لاعب مغربي. الباب مفتوح راه سيدنا الله ينصرو راه فتح الباب اي مواطن مغربي يدخل البلاد ديالو. هذا شرف كبير كما قال السي القجع. لاعب يجي في المنتخب. علاش؟ حيت اولا واحد القضيه اي اطار مغربي الا مشيتي تاثر شي فريق او شي منتخب بالاخص الا صافي تنقول حنا طلع لي الدم ومشى يعني من حقه الا ما لقاش الناس تيأدوا ليه الفلوس ديالو وما كيحترموا وما كيعتنوش به وما كيتقربوش ليه وما كيفهموش وما كيحسوش به فكيمشي وخا كيمشي بحال دابا عموت ولا اي اطار مغربي واقسم لك بيد الرحمن والله سولتيه مسكين تيقول لك اودي هادشي اللي كندير بغا نديرو في البلاد ديالي. هذه حقيقه هذه. ودابا الحمد لله اللي سيدنا غير الشكل ديال كره ديال الرياضه بصفه عامه وخاصه كره القدم اللي عطى انطلاقه الله ينصرو الملاعب الفنادق. يعني حتى المدربين هنا القدام المدرب خاص يكون عنده واحد الوزن ثقيل جبد المدربين القدام ديال المغرب الباقيين حين الله يرحمه
وتحيه للجميع، وديما شعارنا الله الوطن الله يبارك سيدي.